بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض كارت هولدر 5 جيوب. زي ما احنا شايفين دول 3 جيوب فوق بعض غير الجيب الجانبي، ومن فوق احنا عاملين جيب سوستة علشان الفلوس. الكراتة عملية ومنظمة، هشرح لكم كل التفاصيل، هنوضح مع بعض المقاسات وطريقة التقطيع والخياطة، وكمان ازاي ركبنا السوستة. يلا نبدأ مع بعض. زي ما احنا شايفين دي قطعة الجلد بتاعتي، هبتدي بقى ان انا اقلبها على ظهرها. انا هنا معلمة القطعتين اللي انا هقصهم، هوضح لكم دلوقتي ازاي هنقطعهم وهنشرح مع بعض المقاسات. هنا هبتدي بقى اجيب الكتر والمسطرة، وهبتدي بقى اقطع القطعتين اللي انا علمتهم على ظهر الجلد. زي ما احنا شايفين السن بتاع القطر لازم يكون حامي، والمسطرة بتاعتي بحطها على الخط مظبوط علشان التقطيع في الاخر يطلع معايا مظبوط. كده خلاص انا قطعت القطعتين بتوع الكراتة بتاعتي. زي ما احنا شايفين الكراتة بتاعتي عبارة عن قطعتين بس. القطعة الاولى دي مقاسها 20 في 12، والقطعة التانية 12 في 7. ودي السوستة اللي انا هركبها، ودي البطانة اللي انا هبطن بيها الجزء الصغير اللي هو مقاسه 12 في 7. بالنسبة بقى لقطعة الجلد الكبيرة، الجزء اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده الفتحة بتاعت السوستة اللي احنا هنعملها. وقطعة الجلد الصغيرة هبتدي افتح فيها هنا 3 فتحات للجيوب، هقول لكم دلوقتي بالظبط المقاسات بتاعتها. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص فتحت الجيوب اللي انا عملتها. الجيب ده مقاسه 10 في 1، والتلات جيوب اللي انا فتحتهم في القطعة الصغيرة كل فتحة فيهم طولها 5.5، التلاتة طبعا قد بعض. هبدأ بقى اجيب الكلة وهبتدي بقى امشيها على الحروف بتاعة الدوران ده كله عشان نبتدي نثبت السوستة. كده خلاص احنا حطينا الكل على الدوران، هبتدي بقى اثبت السوستة واحدة واحدة لغاية ما تركب معايا ويبقى شكلها مظبوط. هبدأ بقى اجيب قطعة الجلد الصغيرة، وهبتدي برضو بالكلة امشي بيها على الحروف او الدوران بتاع قطعة الجلد كلها عشان نبتدي نثبت البطانة. اهم حاجة بس ناخد بالنا واحنا بنستخدم الكلة عشان ما تجيش على وش الجلد. كده خلاص انا حطيت الكل على الاربع جوانب، هبتدي بقى اجيب البطانة وهبتدي اثبتها على قطعة الجلد. هجيب بقى المقص وهبتدي اقص كل الزيادات اللي في البطانة.
زي ما احنا شايفين كده خلاص انا بطنت قطعة الجلد الصغيرة دي. هبدأ بقى اجيب برجل العلام وهفتحه على 4 مللي، يعني اقل من نص سنتي بحاجة بسيطة، وهبتدي ان انا اعلم الدوران بتاع السوست عشان التخريم والخياطة. هبدأ كمان اعلم الدوران بتاع قطعة الجلد كلها. هعلم بقى كمان قطعة الجلد الصغيرة، ولازم ناخد بالنا يا جماعة ان مقاس فتحة البرجل يبقى ثابت في القطعتين اللي انا بعلمهم، علشان انا هثبت القطعتين دول فوق بعض علشان يطلعوا مظبوطين. لازم المقاس او الفتحة بتاعة البرجل تبقى واحدة في القطعتين. كده خلاص انا علمت القطعتين بتوعي. هبدأ بقى اجيب الشوكة بتاعة التخريم. زي ما احنا شايفين انا بستخدم الشوكة اللي هي الاربع سنون، وهبتدي بقى امشي بيها على الخط اللي انا عملته ببرجل العلام كله. هاجي في الدوران هنا هستخدم الشوكة اللي هي الاتنين سن عشان هي اللي هتظبط لي التخريم بتاع الدوران. ولو العلام اللي انا عملته بالبرجل على حروف الجلد ده مظبوط معايا، التخريم كمان هيطلع مظبوط. هكمل تخريم الجزء اللي باقي ده وهرجع لكم. كده زي ما احنا شايفين انا خرمت كده الاربع نواحي كلهم خلاص. هبتدي بقى كمان اخرم الدوران بتاع السوست ده كله. اهم حاجة وانتي بتدقي تمشي على الخط اللي انتي عاملاه ده مظبوط. هكمل بقى تخريم باقي الدوران وارجع لكم. كده خلاص انا خرمت دوران السوستة كله. هجيب قطعة الجلد الصغيرة وهنبتدي برضو نخرم الاربع نواحي عشان الخياطة. طبعا شوك التخريم ديت بيبقى فيها عدد سنون مختلفة، يعني في اللي هو الفردي بيبقى سن واحد، وفي اللي هو الزوجي السنين، وفي الأربعة، وفي الستة. كده خلاص أنا خرمت قطعة الجلد الصغيرة. هبدأ بقى أقيس الدوران بتاع السوستة ده بالخيط عشان نبتدي بقى نخيط. بعد ما أقيس الدوران بضرب مقاس الخيط ده في 3 عشان يكمل معايا خياطة السوستة كلها. زي ما احنا شايفين انا بخيط بالابرتين. انا بحاول اوريكم بس يعني سريعا كده طريقة لضم الابر وازاي بنخيط بالابرتين. يا رب بس تكون طريقة الخياطة واضحة معانا. طبعا انت لو مشيتي بنفس الخطوات اللي احنا بنعملها دي واحدة واحدة كده هتطلع معاكي مظبوطة. انا طبعا موضحة المقاسات وشوفنا ازاي بنقطع مع بعض الجلد وشوفنا الخطوات التنفيذ.
وانا بحاول في اغلب الفيديوهات بتاعتي ان احنا نعمل حاجات صغيره، يعني مثلا الكراتة اللي احنا عاملينها ديت هما قطعتين جلد صغيرين، خصوصا للناس المبتدئه او الناس اللي هي بتخاف ان هي تتعامل مع الجلد لسه، او لسه اول مره هتتعامل معاه. هتقدري ان انت تستعملي حاجه صغيره، وفي نفس الوقت ما يعني لو مثلا حصل معاكي اي اخطاء في الاول ما نبقاش هدرنا جزء كبير من الجلد، يعني بنجرب في حاجات صغيره. هكمل خياطه الجزء الباقي وارجع لكم. كده زي ما احنا شايفين انا خلاص خيطت السوسته كلها. بالنسبه بقى لقطعه الجلد الصغيره، انا هخيط الجزء ده كده الاول لوحده قبل ما اركبه في القطعه التانية. هناخد برضو المقاس بتاعه 3 مرات، وهنخيط برضو بالابرتين. كده خلاص انا خيطت الجزء ده. هنشوف بقى مع بعض ازاي العدلة بتاعتها او ازاي هنركب القطعتين فوق بعض. ده هيبقى الشكل النهائي بتاعها. هبدأ بقى اقيس الدوران اللي احنا شايفينه ده بالخيط كده علشان نثبت القطعتين في بعض. عايزين نشوف بقى مع بعض احنا بداية الخياطة بتاعتنا هتكون منين، وازاي هنثبت القطعتين مع بعض دلوقتي. الغرزة اللي هي بتتعمل بالإبرتين دي اسمها غرزة المكنة. بعد ما خيطت أول 3 غرز هبتدي بقى أجيب قطعة الجلد التانية وابتدي أثبتها. طبعا احنا بنعد الغرز، يعني احنا بنبقى عارفين ان احنا بعد الغرزة الكام هنبتدي نثبت قطعة الجلد التانية. انت بتبقى عارفة عدد غرز كل قطعة بتعديهم، وبناء عليه بتعرفي انت امتى هتثبتي القطعة التانية. في ناس كتير في بداية شغلها وخصوصا مع الجلد الطبيعي بتبقى خايفة ان هي تقص الجلد مثلا احسن تبوظه، او ان هي تعمل حاجة تطلع شكلها وحش. لا، لازم يا جماعة يبقى في جرأة شوية، نبتدي ان احنا نمسك قطعة الجلد بتاعتنا نبتدي نقص، نبتدي نعمل حاجات صغيرة علشان ما نهدرش في الجلد في الاول، على اساس ان ممكن في الاول حاجة تبوظ منك، الخياطة ما تطلعش معاكي مظبوطة، المقاسات تطلع مش مظبوطة. كل ده احنا بنتفاداه بايه؟ ان احنا بنعمل حاجات صغيرة في الاول. اهم حاجه تبدأي، ما تقوليش انا خايفه، لا، القطعه اللي انا هعملها دي ممكن تبوظ مني، ممكن ما اعرفش اظبطها، ممكن ابوظ الجلد انا جايباه بفلوس، وفلوسي هتضيع. ماشي، انت لازم في الاول يبقى في خساره، بس احنا بنحاول على الاقل ان احنا نخلي الخساره في الاول بسيطه، ان احنا نشتغل في حاجات صغيره. يعني الكراته اللي احنا عاملينها ديت، زي ما احنا شايفين قطعتين الجلد مش كبار، يعني قطعتين صغيرين. مش معنى كده ان انا بقولك انت هتعمليها فانت هتبوظيها فمش مهم، لا، بس لازم تجربي ولازم تحاولي. وهتلاقوا كمان على القناة عندي في فيديوهات انا عاملاها بكراتات كمان اصغر من دي في الحجم، تقدروا برضو ترجعوا لها وتبتدوا بيها، بحيث ان انتوا تكسروا الخوف اللي جواكوا، او ان انتوا تبتدوا. يعني اهم حاجة ان انت تبتدي.
هكمل بقى خياطة الجزء اللي فاضل ده وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده خلاص الكارت هولدر بتاعنا خلص. لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يهمني جدا اعرف رأيكم في الكومنتات، ولو في اي سؤال او استفسار انا تحت امركم. شكرا لمتابعتكم واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.